السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الفول المدمس اللذيذ بكل اسراره. يلا مع بعض كده هنشوف هنعمل ايه. معايا حوالي نص كيلو من الفول. هنضفه كده، لو في اي حاجة مش نظيفة هشيلها، وهنقعه في المية من بالليل للصبح. لو انت مستعجلة عليه ممكن تنقعيه حوالي 3 ساعات. انا كده بعد ما نقعته وشطفته تمام. كانت الفولة معايا ايه، جهزت الفولية كده سليمة، واهم حاجة ان ما اطولش عنها في النقع عشان الفول بتاعي ما يطلعش من القشرة بتاعته. وكنت مجهزة معايا كده شوية من الفول المدشوش، وشوية من العدس، وواحدة طماطم، ومعايا الليمونية. أنا نزلت كده بالفول في الحلة، ومعايا الفول المدشوش وعليه العدس، وهحط الايه، الطماطم، هقطعها واحطها. وانا بجهز كده كنت حاطه ميه مغليه على النار، علشان ما ينفعش نعمله بميه ساقعه، لازم ننزل عليه بميه مغليه. كده نزلت بالطماطم، وهحط بقى الميه السخنه بتاعتي. حطيت المية السخنة بتاعتي، واهم حاجة ان انا اغطي سطح المكونات كلها بالمية. هاخد بقى الحلة ارفعها على النار كده، واقلب بقى المكونات بتاعتي مع بعض، وهغطي الحلة وهسيبها على نار عالية. واول ما تاخد اول غلوة كده هبتدي اوطي عليها تاني، اللي هي بتبقى حوالي زي الشمعة كده. هو دلوقتي كده غلي معايا، فهبتدي اوطي عليه زي الشمعة، وهديله بقى الليمون ده. بقى انا بشوف ناس، بالنسبة لليمون انا بشوف ناس بتحط الليمونية سليمة، فدي بتمرر الفول. فاحنا الليمونية نعصرها، مش ما نحطها سليمة. وهحط معايا رشة كده من من الكركم، علشان تديله الشكل الجميل ده. عندك بقى لما خد غلوة ريحة الفول ما شاء الله تحفة. بعد ما غلي كده ووطيت عليه، هسيبه بقى ياخد سواه. من وقت للتاني تفتحي وتبص عليه. فانا فتحت عليه لقيته محتاج عايز ميه. وياكي تحطي ميه ساقعه، لازم تكوني حاطه ميه سخنه دايما، تبقي مجهزه جنبك كده الميه السخنه للفول، وتزوديه بميه سخنه. هنا كنت محتاج يزود فزودته ميه سخنه. هسيبه بقى كده مع نفسه لغايه ما ياخد سواه. بس كده من وقت التاني تبص عليه. انا كده فتحت عليه، كان الفول بتاعي تمام. هبتدي اشوفه. بص بقى الفول لاقيه معايا كده دايبه زي الزبده. ابتدي بقى اغرفه في الاطباق الاستانلس بتاعتي الجميله زي بتاع الفول. وده كده الوصفه بتاعتي تمام. وكل سنه وانتم طيبين.